يا ولدي إنها سكن الأنبياء، فنبينا إبراهيم عليه السلام هاجر إليها حينما أمره الله بذلك لينشر دعوته في كل أنحاء الأرض. ولوط عليه السلام نجاه الله من العذاب الذي نزل على قومه قوم لوط في المدينة العاصية مدينة سدوم، وأمره بالذهاب إلى هذه الأرض المباركة. وداود عليه السلام عاش فيها وبنى محرابه فيها، وسليمان عليه السلام حكم العالم كله منها. وسخر الله الجن والإنس والريح والطير، وعلمه ما لم يعلمه بشر قط، وأعطاه ملكا لم يعطيه لإنس بعده أو قبله. فقصته الشهيرة مع النملة التي خاطبت النمل وقالت لهم: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. كان بمكان يسمى وادي النمل، وهو بجوار عسقلان، وفيها كذلك محراب زكريا عليه السلام الذي ولد فيه نبي الله يحيى بعد أن كان طاعنا في السن، وكانت زوجته عاقرا. فهناك سالت دموع زكريا عليه السلام داعيا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بغلام يرث منه ميراث النبوة، فقال: يرثني ويرث من آل يعقوب. كما أن موسى عليه السلام طلب من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة، وسماها المقدسة أي المطهرة التي طهرت من الشرك وجعلت مسكنا للأنبياء. كانت أمنيته أن يدخل فلسطين فينشر فيها دين الله بعيدا عن ضلال قومه، ومات دون أن يحقق أمنية حياته. وحصلت فيها معجزات كثيرة لا تحصى، فهي شهدت على ولادة عيسى عليه السلام من أمه مريم، وهناك رفعه الله للسماء حينما قرروا قتله واتهموه بادعاء النبوة. وفيها هزت مريم عليه السلام جذع النخل بعد ولادتها، حينما قال الله تعالى في سورة مريم والتي سميت على اسمها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بل إن علامات آخر الزمان ستحدث فيها، حينما يعود سيدنا عيسى عليه السلام ويهبط من السماء عند المنارة البيضاء ليقضي على المسيح الدجال ومن افتتنوا بفتنته وضلاله وصدقوا ألوهيته، فيقضي على الفتنة. وبعد سنوات يحكم الأرض من مشرقها لمغربها، فينشر العدل والدين والإيمان في كل بقاع الأرض، فهي أرض المحشر والمنشر. بل أن بعد أن يقتل عيسى المسيح الدجال يخرج يأجوج ومأجوج ويسفكون الدماء بأعداد تفوق تخيل البشر، فيبيدهم الله وينقذ البشر وسيدنا عيسى وقومه والمهدي المنتظر وجيشهم. قصص كثيرة حصلت على أرضها، فهي مهد الأديان. عرفوا أولادكم من غير أغاني حماسية وبدون شعارات وبدون لافتات أنها الأرض المقدسة لكل المسلمين. عرفوهم أنها القبلة الأولى للمسلمين لأكثر من 16 شهرا قبل أن تصبح قبلتنا المسجد الحرام. عرفوهم أن نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد ذهب إليها وخطى بقدمه الشريفة فيها لتبدأ رحلة أشرف خلق الله، رحلة الإسراء والمعراج منها إلى السماء. فيها صلى النبي إماما بالأنبياء، وبعدها عرج إلى السماء، وفي السماء العليا فرضت عليه الصلاة. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله يا إمام المرسلين. فهل عرفتم عن ماذا نتحدث؟